السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بصوا بقى النهاردة كده حبيت أوريكم بقى نبذة كده من نبذات الأكل السريع، يعني حاجة سهلة وبسيطة. حتى لو انتي زهقانة وحرانة ومش قادرة تخشي المطبخ تعمليها، سهلة جدا. انا كان عندي لحمه مفرومه في التلاجة فسهلت عليا. لو انت عندك اكل وبيفيد منك وبتشيليه في التلاجة او بتفرزي وتشيلي في التلاجة في الفريزر، يعني طلعيه وقت ما تبقي كسلانه، هيفيدك جدا يعني بصراحه، وهيوفر عليك وقت ومجهود وطاقه وكل حاجه. اكل جميل وحلو وسهل وبسيط. على مقصوصه سباكيتي مش هتفرق معاكي، المهم انك تعملي مكرونه سهله وبسيطه، مكرونه قواقع، مكرونه اي حاجه، اي شكل. الشكل المتوفر عندك اعمليه. ده الشكل اللي كان متوفر عندي وعملته كان جميل جدا بصراحه. عندي سباكيتي بس بصراحه عملت الشكل ده ان احنا من اول الشهر ما عملناش مكرونه، ودي اكلات بقى اخر الشهر، يعني بندور اللي عندنا ونستغله، بندور اللي عندنا جاهز ونستغله. بصراحه مش قادره اولع الفرن وصهد الشقه، قلت مش مشكله، وقفه البوتاجاز 10 دقايق مش هتاخد اي حاجه. قطعت بس البصلايه كده وظبطتها وظبطت الدنيا، وعملنا بقى الصلصه. هوريكم تركايتي في الصلصه، تركايه بسيطه سهله جدا تقدروا تعملوها او تستغنوا عنها لو انتم مش حابينها. انا هنا الازازه دي كانت جنبي بصراحه، كانت قريبه، فروحت حطيت منها بقى في رشه برشه كده بدل الازازه الكبيره، يعني بستسهلها. بدل الازازه الكبيره كلها على بعضها مش بتبقى حلوه خالص في مسكه الايد وكده، والواحد بقى ايه عايز يستخدمها بسرعه بسرعه كده. سهله وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسات ولا اي تعقيدات، وطعمها تحفه. انا حطيت بس البصلايه اتحمرت معايا ونزلت عليها بالفلفل بسرعه، وراها على طول بايه، بالصلصه. والصلصه حطيت معاها بابريكا عشان تزود الصلصه، ان انا خدت كيس صغير فعايزه على قد، مش عايزه افوت، يعني الاكل كل ما يبقى طازه بطازه بيبقى افضل. ما زودتش خالص. ودي اللحمه المفرومه كنت مطلعاها تفك وعملتها، كانت جميله جدا. انا مش عارفه في ناس بتعمل اللحمه المفرومه معصجه بتعملها حواوشي، بس انا ما مش عارفه الطريقه دي بصراحه، مش حباها بصراحه. ناس كتير قالت لي اعمليها، انا مش هاكلها فمش هضطر اعملها. اللي انا باكله هو اللي انا بعمله لكم، يعني اللي احنا بنحبه وبناكله يعني بعمله، تاخدوا منه فكره تنفعكم، فكره سهله وبسيطه وجميله وتحفه. زي كده انا فتحت الكيس بتاع اللحمه المفرومه ولقيت فيه حبهان، معرفش الحبهان سايب اللحمه المفرومه كلها وقعد في الكيس ده بالذات. انا طلعت منه 3 حبات، طلعت 2 ورجعت طلعت واحده كمان وهو على النار. سخنتها عادي جدا، تقدروا تحطوا لها بق ميه صغير عشان ما تتحرقش منكم، او تقدروا تعملوها كده. انا مش حاطه فيها اي دهون، وانا بعبيها في الاكياس بصفيها، مش بحط فيها اي دهون. وهنا بقى البتنجان بتاعنا والقشره بتاعته لما فصلت كده انا استغنيت عنها خالص، وبس. انا كده كده مش باكل القشره بتاعته دي بصراحه، بتضايق منها فبرميها بس. وانا بحب البتنجان كده جميل حلو جنب الاكل، بيكون طعمه حلو زي الفل. اي مخلل في البيت جنب الاكل ما بيخسرش. عندك خيارتين مالهمش لازمه طلعيهم واعمليهم. انا هنا كنت مصفيه المكرونه، ما حطيتش عليها غير ملح وزيت بس. لو انا ممكن هقلبها مش بحب احط عليها زيت كتير، او ما احطش زيت خالص مفيش مشكله. وبالذات كمان المكرونه مش بحط عليها زيت، مكرونه البشاميل مش بحب احط عليها زيت، بتبقى يعني ماسكه في بعضها كده احسن، بتبقى متماسكه، غير لما بتكون بفرفطه كده والواحده وحدتها مش بتبقى احسن حاجه يعني بالنسبه لي. يعني اللي بيحب حاجه يعملها. بصوا بقى انا هنا غرفت المكرونه، هحط الصلصه، شوفوا لون وجمال الصلصه وطعمها جميل جدا. انا حطيت فيها التوابل اللي انا بحطها على طول، ملح وفلفل وكمون، مش اكتر من كده. وحطيت بس ايه، ماجي، حابين تحطوه حطوه، مش حابين ما تحطوش. انا حطيت ماجي من الفوريه اللي هي مرقه الفراخ اللي انا جايباها من كارفور، اللي انتوا عارفين ان انا بستخدمها، او مكعب مرق عاديه. وتعملوا حسابكم ما تزودوش الملح عشان خاطر هتحطوا ماجي، وتطلع مظبوطه وتحفه. وخلي بالكم كمان ان اللحمه المفرومه متحيقه كويس ومظبوطه وفيها ملح، فما تحدقوش الصلصه. خلي بالكم من الملح، ان الملح ده سم قاتل. الملح ان زاد عن حده بيجيب امراض الدنيا كلها، والسكر ان زاد عن حده بيجيب امراض الدنيا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. وهنا كمان بنعمل تركايه بسيطه، اللي هو بندوق
اهم حاجه بقى ايه؟ ندوق. حابين رشه ملح سكر تحطوها مع الملح والتوابل في المكرونه عشان الصلصه تعادل نسبه الحموضه، رشه سكر. بس انا ما حطيتش بصراحه. وكمان الاكل كان جميل بصراحه وما كانش محتاج، الصلصه كانت مظبوطه وما كانتش محتاجه. وبألف هنا وشفا لما تجربوا الطريقه دي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم.